هنقضي يوم جامد في شوارع طنطا من أجمل المحافظات الموجودة في مصر، وكمان هنزور السيد البدوي، تحفة معمارية في قلب طنطا. في السيد البدوي هنشوف أثر قدم الرسول الشريف. دلوقتي في اللالا لاند في طنطا هناخد سباق عربيات، تمام؟ صورتك يا عم. سباق العربيات في اللالا لاند. فك ازاي ده يا جدعان؟ اجمد سباق عربيات في اللالا لاند في طنطا. واطلع ازاي؟ عندك كم متابع طيب؟ مين انا؟ هناكل من عند مكان اسمه الجعان. في مكان تاني هنجربوه في طنطا اللي هو عصير العطشان، فانت تطلع من عند الجعان، تمام؟ تاكل عند الجعان وتطلع بعد كده عند العطشان. عبد الله ده من طنطا، هو ما اقترحش المطعم ده، تمام؟ انت ما اقترحتش حاجه، فالمطعم ده على مسؤوليه مين؟ اسامه هو اللي قال هنجرب يا جماعه هناكل عند الجعان. انت طالب ايه يا عبد الله؟ تشيز برجر. شفت بس كده. وانت ايه؟ انا طلبت كريب زنجر. كريب زنجر. فراخ كريسبي يعني. فراخ كريسبي يا مان؟ فراخ كريسبي. ماشي يا مان. فراخ كريسبي زنجر؟ وانا طلبت سلايس عشان لو حد عايز يعرف التفاصيل كلها. نجرب الاكل. سعيد يا مان. اغرب اسم مطعم موجود هنا. ايه يا مان قول لنا رايك. بس حلو والله. قول لنا رايك بنقطه دي. انت اللي مقترح. ماشي عشان اللي يشوف الفيديو يجي او ما يجيش. انت اللي مقترح عمال المكان حلو. بس عبد الله كان بيقول ان في احنا كلنا حلقات دلوقتي. زي ما حضرتك سبايسي وبتاع وحركات. بص بقى الكوبايه هنا عامله ازاي؟ كوبايه بالحجم العائلي. اكبر كوبايه قصب موجوده في مصر. واخدنا جوله في مول طنطا، اكبر مول موجود في طنطا. محلات الملابس والبراندات العالميه، وكمان مطاعم وكافيهات في كل مكان. واحنا ماشيين بقى في شوارع طنطا لازم تاخد ايه؟ كوبايه قهوه زي دي من عند بن. هنا معانا واحد اقترحه اسمه الفيومي بس، وتمشي بقى تظبط حالك كده في شوارع طنطا. ما ينفعش نكون في طنطا وما نزورش ضريح السيد البدوي، قصة كراماته اللي سمعنا عنها على مدار سنين.
النقوش الموجودة في المسجد بجد يعتبر من أجمل المساجد الموجودة هنا في مصر. ما تنساش تكتب لنا رأيك في التعليقات وتقول لنا نروح فين الفيديو الجاي.